بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل تشيز كيك الاقتصادي الجميل الروعة اللي انتوا شايفينه ده. تشيز كيك اقتصادي جميل، عبارة عن 3 طبقات اجمل من بعض: طبقة بسكوت وطبقة كاستر وطبقة جيلي. شايفين قد ايه شكله جميل ومتماسك؟ يلا نعمل الجمال ده مع بعض ونصلي على النبي ونقول الطريقة. عندنا هنا 200 جرام من البسكوت الفانيليا، مكسرينه كده بأي طريقة بقى. احنا ممكن قلتلك نعمله في الكبة وتكسريه كده بأي أداة عندك تقيلة يتفتفت معاكي بكل سهولة. وحطينا عليه معلقة من الكاكاو والخام أو المحلى. لو عندك انتي بسكوت بالشوكولاتة استخدميه على طول من غير ما تحطي عليه كاكاو، بس انا حابة ان انا استخدم المرة دي البسكوت يكون بالشوكولاتة. تمام، فحطيت عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. انت عندك محلى حطي، وقلبته كده لغاية ما يتجانس مع بعضه. وبعد كده عندنا 4 معالق من الزبدة. تمام، هنبسها كده مع البسكوت. الزبدة بتدي طعم جميل جدا جدا للبسكوت. تمام، هنبسه كده لغاية ما يبقى عامل زي رمل البحر المبلولة، بس انا لقيته لسه محتاج، فهزود لبن اللي هو الحليب، يعني هزود 4 معالق. تمام، يحط شوية شوية لان احنا عارفين ان امتصاص البسكوت للسوائل بيختلف من نوع لنوع. اهو تفضلوا حط شويه بشويه. انا حطيت حوالي 4 معالق كمان من الحليب لغايه ما وصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، ان انا امسكه كده اضغط عليه بنصابي يتضغط ويبقى عامل زي الرمله المبلوله بالظبط. عندي هنا صينيه زي ما انتوا شايفين، بايركس او المونيا، اي صينيه عندك اعمليها، مش ما توقفيش نفسك على حاجه. وضغطت البسكوت فيها جامد كده لغايه ما بقى قطعه واحده وتمسك مع بعضه زي ما انتوا شايفين. هدخله التلاجة بقى لمدة 10 دقايق على ما اجهز الطبقة التانية. اضغطيه جامد كده عشان يتماسك. تمام، الطبقة التانية عبارة عن 2.5 كوباية من الحليب، عليهم تلت كوباية من السكر. تمام، و3 معالق كبار من الكاستر. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين. هقلبهم ويحط فانيليا. تمام، بودر او سايل. تمام كده اهوت. دي التالتة هقلبها كويس اوي 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 على البارد. وبعد كده هرفعها على النار وهايدي فيها تقليب مستمر. ما تسيبيش ايدك عشان الخليط ما يكلكعش ويشيط. تمام اهوت. هنا هحط الفانيليا لاني كنت نسيت احطها معاكم، نص معلقه صغيره فانيليا سايله او باودر. وهقلب بقى لغايه ما يربط كده معانا. هجيب بقى الخليط من بخرجه من التلاجة، البسكوت، واقوم حاطه عليه خليط الكاستر ده. ودي كده الطبقه التانية. تمام، هيخلص معاكي على طول وبسرعه، ومش هياخد معاكي اي وقت، وحاجة جميل جدا جدا وطعمه رائع زي اللي بيتقدم في الكافيهات والمحلات الكبيرة بالظبط. تمام اهوت. سوينا كده الطبقة التانية، هندخلها التلاجة برضو لغاية ما تتماسك معانا وتبرد خالص. وهنحضر الطبقة التالتة مع بعض، وهي تبقى عبارة عن الجيلي. جيلي فراولة او مش زي ما تحب بقى، بس جيلي الفراولة بيليق قوي. عندي هنا كيسين، كل كيس مكتوب ان هو بياخد كوباية مية سخنة وكوباية مية باردة. تمام، بس انا مش هحط كوبايتين على كل كيس، انا هحط على كل كيس كوباية وربع بس. تمام، عشان تبقى الطبقة كده متماسكة وحلو. ادي كوباية هيت من المية المغلية، وهحط كمان ربع كوباية بس، مش هحط. هو ده على الكيسين. تمام، واقلبه كويس قوي قوي لغاية ما يدوب. وبعد كده هحط كمان كوباية وربع مية باردة. المفروض ان انا احط على كل كيس كوبايتين. تمام، بس انا حطيت زي ما قلت لك على كل كيس كوبايه وربع بس، عشان الطبقه تبقى متماسكه وجميله كده معانا. يلا يا حبيبتي، صلي على الرسول واذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده بقى اهوت. طلعت من التلاجة بردت خالص وتمسكت. هحط الجيل عليها بقى كده بالراحه، ما تحطوش مره واحده. هاتي ضهر معلقه او اي حاجه حطيه بالراحه كده، لانك لو حطيتيه مره واحده هي هيفرفت كده الطبقه اللي تحته، هيبقى شكلها مش كويس خالص خالص. زي ما انت شايفه هتحطيه بقى في التلاجة لغايه مده 4 ساعات او لغايه ما يتماسك معانا. تمام، وبعد كده تطلعيه وتقدمي بألف هنا. يلا يا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد باي حاجه انا بعملها. شايفين قد ايه جميل؟ كان طعمه رائع، جميل جدا جدا جدا. هو زي تشيز كيك كده بس اقتصادي، وطعمه جميل ولذيذ. شايفين؟ يلا ندوق مع بعض كده. شايفين الطبقات شكلها حلو ازاي؟ وطبقة البسكوت متماسكة لان احنا ضغطناه كويس. جميل جدا جدا. يلا بنحقق. يلا يا حبيبتي، انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل.
جميل جدا جدا، والطبقات كده شكلها جميل قوي قوي قوي. وممكن كمان انتي مثلا لو عندك صوص شوكولاته تحطيه كده فوق الوش، او لو عندك فاكهه تحطيها فوق طبقه الكاستر قبل ما تحطي الجيلي. يلا يا حبيبتي، مع السلامه.